مع هاد السخانة ما يليق لكم غير سفنج الملعقة. حبيت نوصيكم اخواتي قلوا الهدرة وقعدوا مع حالكم، ركزوا على رواحكم، خبيوا اسراركم، ما تبروش بزاف وما تعطيوش قيمة اللي ما قدركمش، وخليوا معاملتكم مع الكل سطحية. الناس تبدلت اخواتي، واللي يحفظك اليوم هو سكوتك وحدودك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه همستنا اليوم جيتكم وصفة سفنج الملعقة بمقادير بسيطة، ويعني موجودة في كل بيت وناجح من أول مرة. هنا كما راكم تشوفوا حطيت ملعقة من السميد وملعقة من السكر وملعقة من الخميرة الفورية، وضفت لافاني وضفت كاس تاع الحليب. هنا نخلطوا المقادير الكل مع بعض كما راكم تشوفوا في الصورة. خلطوه مليح مليح، غطيوه وخليوه يختمر واحد ل5 دقائق فقط. مع هذه السخانة راهو ليه يطلع لكم يعني يختمر. نهبطوا هذاك الخمور ونضيفوا ملعقة تاع السكر، ونزيدوا بيضة، ونزيدوا زيت تاع القارص، وملعقة من الزيت هنا الدور تاعو اخواتي يخلي لكم السفنج تاعكم ما ميبات يبقى طري. نضيفوا كاس تاع الفارينة هكذا، كاس وليد، ونزيدوا نضيفوا نصف كاس، ونخلط مليح يكون الخليط يعني يجيكم سائل، ورشة ملح وملعقة صغيرة خميرة تاع الحلويات وملعقة تاع الخل. هذا هو السر اللي يخليه منفج ويجي خفيف وهشيج. تخليوه يختمر 5 دقائق 10 دقائق، المهم يطلع مليح، يعني يطلع حتى للفوق مليح. لازم تخلطوه اخواتي مليح مليح هنايا قبل ما يختمر باش تفك هذيك الفارينة، يعني الدقيق الابيض للاخوات المصريات يعني في البلدان باش يفهموا معنى الفارينة. هنايا من بعد ما طلع لي مليح واختمر كيما راكم تشوفوا، نهبطوا له هذاك الخمور. كل ما تحطوا في المقله تكون المقله تاعكم سخونه، تنقصوا لها تكون متوسطه. كل ما تهزوا تحطوا العجين في الزيت، لازمكم اخواتي تهبطوا الخمور تاع العجينه تاعكم. هنا من بعد ما حطيت بالملعقه تصبوا عليه الزيت هكا باش يطلع كي يحمر من تحت. زيدوا يقلبوه حتى يتحمر كامل. تحبوا ديروه بالبوشيت، كيما تحبوا ديروه، المهم يجي شكل، يجي دائري، يجي يعني الاشكال تجي مش متساويه، لكن صح في الخفه تاعو وفي المذاق تاعو. انا هنا درت فقط بالملعقه بصح بلا بوش، يعني يجيكم الكويرات يجيكم معتدلين، ما يجيوش كيما هكا عشوائي. هكا تحطوا فوق الزيت وتكون النار قليله، ما تكونش يعني قاويه بزاف. شوفوا الله يبارك اللون تاعو كيفاه جا ما شاء الله. يعني حبيت برك نطول في الفيديو شويه باش يشوفوا اخواتي المبتدئات يعني الطريقه باش يتعلموا. شوفوا هنا كيفاه يطلع هذا السفنج. من بكري امهاتنا وجداتنا كانوا يديروه، لكن كان بالسميد ما كانش بالفارينه، لكن دوك يعني الوصفات يطوروا فيهم ويزيدوا فيهم، والزيت تكون كميه يعني معقوله. هنا من بعد ما خلصت تحطوه يقطر في كسكاس. شوفوا الخفه يعني طري ما شاء الله. من بعد تعسلوه تحطوه في العسل يعني الشربات، ديروا كاس سكر وكاس ماء وتخليوه يغلي وديروا به السفنج تاعكم هذا. يعني في دقيقة يجهز. انا برك في التصوير بقيت فيه شوية، لكن التحضير تاعو يعني بسيط وفي مدة قصيرة. نتمنى عجبتكم الوصفة اخواتي. عفوا ان شاء الله تعجبكم الوصفة وتجربوا الطريقة وتنجح معاكم. وتعطيني يعني اللي جربتها في تعليقات، تقولي لي جربتها لكن نجحت معاها، وان شاء الله ينجح معاكم من اول مرة. ما تنسوش دعمنا اخواتي باللايك وبالاشتراك وبالتعليق. بارطاجيو الوصفة
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم قناتي همستي ووصفتي بوصفة جديدة.